خيانة. أنا ما أخوش الشعب وما أخوش المدينة، فاضطر إلى هدم البناءات الفضوية رغم أنها تمثل بعض أو تشكل بعض من الغالب حساسية. فيه قرب الإقامة الجامعية تاع 200 سرير، حوالي 200 ساكن فضوي. كذلك هذه كارثة كبيرة ولازم نتولهوا لها، لأننا بناو فوق البايب تاع الغاز. غدوة يقدر ربي تصرانا كيما البيض. تخيلوا، لأنه هو باني فوق التيو، هو راقد فيه، يقدر يحفر، يقدر ولد جو سي با وتشعل. هل ننتظر الكوارث؟ ولازم الإخوان اللي ساكنين ثم يدبروا أحوالهم من درك، ما يقولوش وين تدينا. كما قلت يقولوا وين تدين، يقولوا وين جيت. أما الأزمة راهي أزمة وطنية. الذي والواجبات نتاعي هو تطبيق كل هذه المبادئ اللي جابها السيد رئيس الجمهورية في الواقع بكل هذا. وهذا على هذا الأساس أنا دخلت مثلا، أنا لقيت تعطيل حتى البرنامج في رئيس الجمهورية. أنا نشوف البلدية اللي كنتوا تذكروها الولاد مساكن، وشفتها في الفيسبوك ينتصي في كاميرا دمشق. العام ما كانش من الثلاثاء قلتوا عليها قال كونتابيليتي. لأن باش ما نكونش عائق في تنفيذ سياسة برنامج سيد رئيس الجمهورية، لازم ندخل من ناحية بعض العراقيل من هذا اللي كنتوا تشوفوها.